صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الراقصات اللي مثلوا في الأفلام المصرية، ونبدأ بزينات علوي. اتولدت زينات علوي سنة 30 في اسكندرية، وهربت للقاهرة وهي عندها 16 سنة لقسوة باباها. وبدأت زينات علوي مشوارها الفني في شارع عماد الدين في فرقة بديعة مصابي، وبعدين في فرقة شكوكو. واشتهرت زينات علوي بمزجها بين الرقص الشرقي والتحطيب. وشاركت زينات علوي في عدد من الأفلام، منهم أشجع رجل في العالم، إشاعة حب، أدهم الشرقاوي، الزوجة 13، واعتزلت في منتصف الستينات. وقع الفنان عبد السلام النابلسي في حبها لما مثلوا في فيلم إسماعيل ياسين بوليس سري، وطلب منها الجواز، لكن هي رفضت واتجوزت من صحفي اسمه محب مانع صاحب مجلة أخبار النجوم. وعانت زينات علوي من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة من حياتها، لدرجة إنها باعت عفش بيتها. وتوفت زينات علوي يوم 5 يناير سنة 88، ومحدش اكتشف جثتها إلا بعد 3 أيام من وفاتها. نعمة مختار اسمها الحقيقي نعيمة عبده محمد. اتولدت سنة 32 في حي سيدي جابر في اسكندرية، لأسرة متوسطة الحال. وتعلمت الرقص وهي صغيرة، واشتغلت مع الفنانة نبوية سليم اللي كان عندها فرقة استعراضية في اسكندرية. وبدأت التمثيل وهي عندها 20 سنة لما اختارها المخرج حسين فوزي عشان تقدم دور في فيلم السيرك. ونجحت نعمة مختار جدا في الرقص، واشتهرت لدرجة ان ام كلثوم سمتها سيمفونية الرقص الشرقي. وشاركت نعمة مختار في حوالي 40 فيلم، منهم اسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، بين القصرين، ابن حميدو، الراجل ده هيجنني، صرصرة فوق النيل. واتجوزت نعمة مختار من المخرج نيازي مصطفى في بداية حياتها الفنية، واتطلقوا بعد شهر واحد من الجواز. وبعد كده اتجوزت من الفنان محمود المليجي، واللي طبعا أجبرته علوية جميل على طلاقها. وبعدين اتجوزت من لواء شرطة وخلفت ولد وحيد.